مباراة الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة هتتلعب على ملعب السانتياغو برنابيو الأحد القادم. هتبقى بتوقيت الإمارات الساعة 6 وربع. ماتش هيبقى مفترق طرق لريال مدريد، بالذات إن الموسم الماضي اللي احنا خسرنا من برشلونة 4 مرات كان موسم كارثي ريال مدريد. ريال مدريد وبرشلونة بيشتركوا السنة دي إن المنظومة الدفاعية عندهم منظومة سيئة، ولكن الكفة المرجحة لبرشلونة أنا بالنسبة لي بدري مفيش زيه في ريال مدريد، لأن بدري هو حلقة الوصل، هو المحرك الأساسي لبرشلونة الموسم الحالي، لأن رافينيا غاب فترات كتير الموسم ده برغم من وجود لامين يامال، إلا أن أنا شايف إن بدري هو الرقم الصعب في تشكيلة برشلونة. لو عزلت بدري عن فريق برشلونة تقدر تكسب برشلونة. مكسبك على برشلونة يبدأ إنك تحجم بدري. تحجمه إزاي بقى؟ تعرفها تكتيكية، 2 يضغطوا عليه، يبقى الضغط عليه جماعي، تعمل معاه فاولات تكتيكية. أنا ما أعرفش، دي بتاعت المدرب بتاع ألونسو. من ساعتين تقريبا أو 3 ساعات نزل أخبار كتير في الصحف الأجنبية إن أرلوند رجع، كارفاخال رجع، هويسن رجع، ال3 رجعوا من الإصابة. لو الأخبار دي صحيحة هتفرق مع ريال مدريد، لأن لما اتفرجنا امبارح مع ريال مدريد قدام اليوفنتوس، ريال مدريد كان سيء لأن ما عندوش باك رايت، ما عندوش مدافعين. لما رجع فالفيردي لعب باك رايت، واسينسيو رجع لعب مدافع وهو سيء. ما فيش حد في نص الملعب بيلعب بتشاوميني.